السلام عليكم. تعالوا بينا نعمل فراخ زنجر او ستريبس فراخ بطريقة المحلات. السر بتاعهم طريقة سهلة جدا ونقدر نعملها في البيت. مكونات بسيطة جدا وعند اي حد في البيت. اول حاجة هنجيب الفراخ، صدور فراخ متقطعة صوابع يعني في تخن صابعين. والبهارات معانا هنجيب ملح وفلفل اسود وبودرة ثوم وبودرة بصل وبابريكا. هنجيب من البهارات دي نوعين، وهنحط اول شوية مع الفراخ وشوية معاها معلقة زيت زيتون، والكمية التانية هنحطها مع كوباية دقيق ونخلطها كويس مع بيضتين ومقادير مثلا كوباية ونص مية لحد ما نظبط يعني تظبطها معانا. دي التشيكن تنبورة اللي هنعمل فيها الفراخ. نقلبها كويس ونزود مية. هنضيف عليها كمان ايه، حاجة يعني تركاية بسيطة كده بتديها طعم كويس. هنقلبها كويس ميبقاش فيها تكتلات. هنرجع للفراخ، وبرضو الفراخ بقى السر بتاع المحلات هنجيب بيكنج باودر ومعلقة صغيرة اللي هي معلقة أكل الحلويات دي هنحطها، ونفرك الفراخ كويس بحيث ان التتبيلة تلمس الفراخ كلها، ونسيبها زي ساعة او ساعتين. ممكن بعد نص ساعة نستخدمها. هنحط شوية كريم على التشيكن تنبورة ونقلبها كويس. وبعد كده نجيب الدقيق هنحط عليه معلقة او معلقة ونص نشا عشان تدي قرمشة. هنجيب الفراخ والتتبيلة على الدقيق على طول. هي طريقتها سهلة جدا وانا مبسطها بطريقة سهلة بسيطة جدا. الدقيق عليه ملح وفلفل اسود وكمون. هقلبها زي ما انتم شايفين كده بحيث ان الدقيق يغطيها كلها. هنيجي نرجعها في التشيكن تنبورة في الصلصة اللي احنا عملناها، ننفضها من الدقيق كويس ونرجعها في الصلصة. وبعد كده نحاول يعني نتأكد ان الصلصة غمستها كلها. مش هندوس عليها ولا اي حاجة، هنرجعها في الدقيق بشويش. والخطوة دي بقى في الدقيق مش هنلمسها بايدينا، هنقلب الدقيق يعني على خفيف جدا زي ما انتم شايفين كده. مش هندوس عليها. في ناس بيقولوا ندوس عليها عشان الدقيق يلزق، لا مش هندوس عليها. زي ما هي كده هتنزل في الزيت بنفس الطريقة كده. طبعا الزيت على درجة حرارة 160 متوسطة، يعني يكون زيت غزير يعني يكون زيت كتير. وننزل فيها في الزيت على طول. هتاخد معانا من 8 دقايق ل 10 دقايق او لما تاخد اللون الذهبي. بس نحاول ما نخليش الزيت عالي جدا الحرارة عشان ما تاخدش لون وتكون لسه ما استوتش من جوه. احنا اول ما بننزل بقى في الزيت هتلاحظوا ان هي بتاخد الشكل بتاع اللي احنا يعني زي المحلات بالظبط، يعني نفس الشكل بتاع المحلات اهو. وبعد كده هنسيبها 8 دقايق واطلعها باللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده ونقدمها. وبس كده، وطريقة سهلة جدا. بالهنا والشفا، يا رب تكونوا